السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفة بسيطة وسهلة جدا. ب3 كوبايات دقيق بتعملي عظمة. بنعمل طرد، اللي هو طرد المربى أو اللي بنسميه الباستا فلورا. هو مشهور وكل حاجة، بس أنا ليا طريقة في عمايله. هي بسيطة خالص. 2 بيضة، كوب من الزبدة، عليهم رشة من الفانيليا، وبندوبهم كويس مع بعض لغاية ما الزبدة والبيض يدوبوا. وبعد كده بنضيف كوب من السكر الناعم البودرة. لازم يكون ناعم. وبعد كده بنضيف الدقيق، وبنضيف على الدقيق رشة من الملح. هي المكونات بسيطة خالص: كوب زبدة، كوب سكر ناعم بودرة، رشة فانيليا، بعدين و2 بيضة. بعدين بنضيف لهم 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم رشة ملح، ومعلقة ونص من البيكنج باودر، بما يعادل ان هو كيس بيكنج باودر. وبس بنخلط بنعجن الخليط لغاية ما كل المكونات بتدوب خالص، وبتبقى معانا العجينة سهلة لينة. وبعد كده بنحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق، ربع ساعة. مفيش اسهل من كده خالص. بسيطة ووصفة سهلة، ما فيهاش اي حاجة خالص. احنا كده خلصنا العجينة لغاية ما ايدك تطلع منها بكل سهولة، مش يكون في ايدك اي عجين ولا اي حاجة خالص. بتسيبها في التلاجة لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. وبعد كده بتجيبي صينية بندهنها سمنة، وبنحط فيها ورقة زبدة، زي ما في الشكل عندكم كده. ندهن الصينية زبدة، ممكن ما تدهنيناش براحتك، ورقة الزبدة بتكفي الغرض، بس انا بحب ادهنها زبدة وكده. بعد كده هنجيب العجينة نطلعها من التلاجة، هنخليها تلتين وتلت. هناخد التلتين هنفردهم في التلتين اللي هما يعني ايه، في الحجم كبيرة شوية، هنفردها في أرضية الصينية بكل سهولة خالص. العجينة جميلة وبنسيبها في التلاجة لمدة 10 أو ربع ساعة، بتطلع لنا بالشكل البسيط الجميل اللي قدامكم ده. نفردها في الصينية، مفيش أسهل من كده. وبعد كده في كوب مربى من الفراولة. عايزة تحطي مربى تين براحتك، عايزة تحطي شوكولاتة براحتك، اي حاجة، اي حشوة بتحطيها. مفيش اسهل من كده. انا حابة النهاردة اعملها بالفراولة، مربى الفراولة جميلة. وحسب الطلب، عايزة تكتري الفراولة براحتك، عايزة تقللي براحتك، اللي انت حباه. بعد كده هنجيب التلت الباقي، هنعمله على شكل زي ما انا بعمله في الصورة كده، زي الحبل او حاجة كده، حبال صغيرة. نفضل نرص فيها ونعملها بالعكس لغاية ما تعمل لنا شكل عنكبوت، اللي هي شبكة العنكبوت كده، او زي ما بتحبوا تسموها براحتكم خالص. تطلع لنا بالشكل الجميل ده، مفيش اسهل من كده. وبعد كده هنحطها على درجة متوسطة في الفرن، 180 او 200 انت حسب فرنك، وبس بيطلع لنا بالشكل الجميل ده. اتمنى الوصفة تعجبكم وتنول اعجابكم، واتمنى تشتركوا في القناة وتحطوا لايك. شكرا.